اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يعتبر عيد لكره القدم المصريه. مباراه كره القدم بين النادي الاهلي بطل افريقيا ونادي بايرن ميونخ بطل اوروبا، مباراه للتاريخ. قبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. انا ليا راي مختلف تماما عن الاراء اللي بتتقال قبل المباراه. انا شايف ان نادي بايرن ميونخ مش هينزل زياده واحد، والنادي الاهلي مش هينزل ناقص واحد، علشان كل الاراء اللي بتقول ان النادي الاهلي لو طلع بنتيجه 1-0 او 2-0 هزيمه يبقى ده مكسب كبير للنادي الاهلي. النادي الاهلي لا يقل عن فريق بايرن ميونخ. النادي الاهلي فريق كبير، وانا شايف النادي الاهلي لو لعب بخطوط متقاربه ولعب بتوازن دفاعي وهجومي. وانا بقول لكل جماهير النادي الاهلي اللعيبه لو لعبوا برجوله 90 دقيقه، وكل لعيب حاول يغطي على اخطاء زمايله ولعبوا كورتهم الجماعيه وبعدوا عن الانانيه والاستعراض وعرض نفسهم للتسويق الاوروبي، وكل واحد ما يلعبش لنفسه، هيقدم مباراه كويسه. اتمنى من بيتسو موسوماني انه يبدا بالشناوي لحراسه المرمى، قدامه بدر بنون، قدام بدر بنون اتنين مساكين، ايمن اشرف واكرم توفيق. على الطرفين، الطرف الشمال علي معلول، وعلى الطرف اليمين حسين الشحات. قدامهم اتنين حمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم قفشه، اتنين مهاجمين طاهر محمد طاهر وبوالي. انا شايف ان التشكيل ده تشكيل مناسب، ويراعي ان الخطوط ما تبقاش متباعده، ويقرب الخطوط من بعضها بحيث يلعب توازن بين الدفاع وبين الهجوم، لان فريق بايرن ميونخ مش فريق بالسهل، وعنده سرعات ولاعيبه ليها امكانيات عاليه جدا. اللي انا بستغرب له جدا ان لعيبه او مديرين فنيين فاكرين نفسهم ان هم من احسن المديرين فنيين، وهم كانوا لما مسكوا فرقه خدوا 7 نقط من اصل 33 نقطه، وبينتقد مدير فني حاصل على 58 نقطه من اصل 66 نقطه اللي هو بيتسو.